هقول لكم بقى على طريقة دجاج جديدة لانج وتجنن، بعيدا بقى عن الصوصات الكتيرة وصلصة الطماطم أو البصل والخضار الكتير. بالعكس هنستخدم بطاطس بس. كنت عاوزة آكل دجاج مشوي بتتبيلة بسيطة جدا وياخد لون حلو، واللحمة بتاعة الدجاج تكون دايبة ومستوية، ويكون ليه طعم كده معين أنا عاوزاه، وأهم حاجة ما يكونش ليه أي ريحة مش مستحبة. والحمد لله وصلت للنتيجة اللي أنا عاوزاها. هنحضر كمان جنبه رز بالشبت والليمون، مناسب جدا جنب وصفة الدجاج ديت. الطعم هيعجبكم جدا ولازم تجربوا الطريقة دي. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. المرة دي أنا هستخدم دجاجة كاملة أنا غسلاها كويس جدا ونقعاها ليلة كاملة في المحلول الملحي. هبتدي كده بالمقص أشيل السلسلة بتاعة الظهر وأشيل الجزء اللي فوق، وبعد كده أشيل الزور. نقدر نستخدم فرخة كاملة ونقطعها حتت، أو ممكن نستخدم الأوراق بس أو الصدور بس. هكسرها كده بالراحة، وبعد كده رجعت غسلتها كويس جدا من فوق ومن تحت وبقت نضيفة زي ما انتوا شايفين كده. بالراحة كده بإيدي هفصل الجلد عن اللحم، أهم حاجة بس تخلي بالكوا علشان الجلد ما يتقطعش منكم. وبعد كده هعمل فتحات بسيطة بالسكينة. بالنسبة للبهارات، ملح، فلفل اسود، بهارات الدجاج، السبع بهارات، البابريكا، التوم البودر، هقلبهم مع بعض واخد نصهم، وابتدي بقى اغلف الدجاجة كده من بره بالبهارات كويس جدا ومن جوه. نهتم بقى من جوه علشان اللحم يتشرب كويس جدا بالبهارات. بعد كده معايا نص كوباية من الزبدة تكون طرية أو تكون لينة بس ما تكونش دايبة. أنا مش قادرة أوصف لكم بقى خطوة الزبدة دي عملت إيه. خلت اللحم بتاع الفرخة دايب ومستوي جدا، واديته كمان من بره كراست حلو قوي. غلفتها كده كويس جدا بالزبدة، وحطيت كده كمان ما بين الجلد واللحم. وبعد كده معايا كمية من البطاطس متقشرة ومغسولة، هقطعها كده حلقات. أهم حاجة الحلقات تكون سميكة وما تكونش رفيعة علشان ما تتهراش أثناء التسوية في الفرن. هضيف بقى كده على البطاطس باقي كمية البهارات واقلبها كويس جدا، واجيب بقى كده الصينية اللي انا هستخدمها، احط فيها البطاطس وافردها كويس قوي، وبعد كده هفرد عليها الفرخة. لو اتبقى كده زبدة ولا حاجة هنرجع نحطها على الفرخة وعلى البطاطس. بعد كده هغطيها بورق الزبدة والألمنيوم، وهتدخل الفرن أعلى درجة حرارة لمدة 30 أو 35 دقيقة. وبعد كده هقولكوا هنعمل إيه. دلوقتي معايا كوباية كبيرة من عصير الليمون، وعليه معلقتين كبار من الثوم المفروم ناعم مع معلقة كبيرة من الكزبرة الجافة، وهقلب كويس جدا. وهو دوت الصوص الوحيد اللي أنا هستخدمه. بعد حوالي 35 دقيقة طلعت كده الفرخة من الفرن وهي سخنة نار، هوزع عليها الصوص. أنا بقى مش قادرة أوصف لكم الصوص دوت عمل إيه. أولا الريحة حلوة جدا، الطعم كمان بقى حلو قوي، وخلى كمان اللحمة بتاعة الفرخة دايبة ومستوية جدا جدا. وزعته كده على الفرخة وعلى البطاطس، هغطيها كده بالورق تاني وهتدخل الفرن تكمل السوا بتاعها، وبعد كده هشغل الشواية. بالنسبة بقى للرز، معلقتين كبار من الزيت، معلقة صغيرة من الملح والثوم البودر، ومكعب واحد من المرقة. ممكن تشيلوا مكعب المرقة بس هو بصراحة ادى طعم حلو جدا. بعد كده هضيف كوبايتين كبار من الرز المصري المغسول ومتصفي، ممكن كمان نستخدم رز بسمتي. قلبت تقليبة. بعد كده هضيف معلقة كبيرة من عصير الليمون وكوبايتين كبار من المية، وأقلب تقليبة وأغطي الحلة وأسيب الرز لحد ما يتشرب معايا. بعد ما يتشرب بنفس الشكل ده هضيف عليه شوية كده من الشبت المفروم، وارجع أقلب تقليبة وأغطي الحلة وأسيب بقى الرز لحد ما يستوي معايا تماما. كده خلاص الفرخة بتاعتي استوت وبقت جميلة جدا. طبعا شغلنا عليها الشواية علشان تاخد اللون الجميل دوت. أول بقى ما تطلع من الفرن كده ندهنها كده من بره بالصوص اللي نزل منها، صوص الليمون والثوم. البطاطس كمان جميلة جدا ومتماسكة، والرز كمان بقى جاهز معايا. بصوا بتتفصفص مني في كلمة، يعني مش بعمل فيها أي مجهود وأنا بقطعها. كل حاجة فيها كانت جميلة، البطاطس كمان متماسكة ولا واحدة لازقة في الصينية، وطعمها حلو جدا، والزبدة كمان عطيها طعم حلو قوي. زينت الطبق بتاعي بشوية من البقدونس وبس كده. الوصفة بقت جاهزة وطعمها حقيقي جنن، لازم تجربوها. كده خلاص وصفة النهاردة خلصت. أتمنى أن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكم. باي باي.